إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يبقى هنا ده كلام. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. هذا النص. يبقى ده كلام الله لمين؟ لسيدنا موسى. طيب أنا قلت شبهة عملها جماعة بتوع الشبهات، قال لك طيب ما ربنا كلم إبليس، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد. كلام مواضع 7 مواضع في القرآن بيتكلم فيها إن في حوار دار. أقول لك إن كلام الله لموسى كان أمرا بتكليف، بيكلفه بأمر إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها. خد بالك بقى، يبقى ده كلام بتكليف بيكلفه. أما كلام الله لإبليس فهو كلام يحاسبه فيه على ترك إبليس للتكليف. قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا إبليس بقى كان من الجن، إلا إبليس أبى، إلا إبليس استكبر، إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. حسب الموضوعات، حسب الآيات، في الترتيب الآيات اللي جه في القرآن، كل موضع جاب نص، مرة يكشف عن ماهية إبليس، مرة يقول حقيقة إبليس، مرة يقول سبب عدم البتاع، كل الكلام ده. لكن اللي حاصل أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على تكليف كان قد أمره به لكنه لم يفعل. يبقى ده كلام ليس من جنس كلام الله للملائكة، لأن كلام الله للملائكة ولا للرسل، لأن كلام الله للملائكة كلام أمر بتكليف، وكلام الله الرسل أمر بتكليف عليه وتكليف على غيره أن يبلغ غيره بهذا. ولذلك في النص فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني حتى الأنبياء سيسألون عن الرسالة اللي هم ربنا أمرهم أن يبلغوها. يبقى ده كلام لكن بدون رؤية. لم يحدث أن رأى موسى ربه أو أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، ما فيش رؤية. إنما إيه اللي حاصل؟ من وراء حجاب كما نصت الآية. الطريق الثالث أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إن يبعت رسول وبيجي له بالوحي يقول له والله الموضوع كذا كذا، والرسول ده لما بيروح له بكذا شكل. مرة يروح له بصورة غير مرئية، يعني النبي ما يشوفوش لكن بيكلمه، بس لما بيجي داخل عليه بيحدث صوت زي صوت دوي النحل، أو صلصلة زي صلصلة الجرس، أو ممكن يتمثل له في صورة رجل فيحدثه. ولذلك في الصحيح حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ الوحي بيجي لك إزاي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يبقى مرة يجي له زي صلصلة الجرس، وسيدنا عمر لما يقول نسمعه كدوي النحل، كل ديك في طريق واحد. يبقى ممكن الطريق يبقى له أكتر من صورة، طريق الوحي ممكن يبقى له أكتر من صورة. فالطريق الأولاني اللي احنا قلنا عليه الإلهام، اللي هو إيه؟ ممكن يبقى إلهام، ممكن يبقى منام، ممكن ده طريق واحد. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي طريقة حجاب، يعني يكلمه كلام مباشر ولكنه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أنا عندي كده ديك طرق الوحي. دي كانت المسألة الرابعة من مسائل الوحي. فاكرين بقى معايا الوحي كان فيه، أنا قلت 10 مسائل في الوحي، 10 مسائل مهمين جدا، مهمين جدا. المسألة بقى الخامسة أقسام الوحي. فاكرين المسألة الأولى كانت إيه؟ كانت تعريف الوحي. فاكرين المسألة أهمية الوحي. المسألة الثانية كانت تعريف الوحي. المسألة الثالثة كنا بنتكلم فيها عن القرآن الكريم إزاي تعبر عن الوحي أو يتكلم عن هذا. المسألة الرابعة كنا بنتكلم فيها عن طرق الوحي. دي كلها دروس احنا شرحناها واستفضنا فيها شرحا، لكن أنا براجع معاك بسرعة لأن أنا سبتك شهر ونص بعيدا عن الموضوع، فأنا براجع معاك. وكان الأولى إن احنا نكتب هذا الكلام، لكنه ربما تكون هناك إعادة الحلقة
أو إذا لم تعاد الحلقة ربما يعاد البرنامج بعد، إن شاء الله تكتب معي. المسألة الخامسة في الوحي هي أقسام الوحي. وأنا قلت إن الوحي بينقسم إلى قسمين: وحي متلو ووحي غير متلو. الوحي المتلو اللي يعني تلاوة، يعني من التلاوة، لربما يكون حد واخد باله، هو القرآن الكريم، ده اسمه وحي متلو. الوحي المتلو ده ربنا قال فيه: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا جعله آية وعلامة إلى قيام الساعة، وتولى الله حفظه إلى قيام الساعة. وهذا القرآن الوحي المتلو نزل به سيدنا جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، من غير أن يكون لواحد منهما مدخل فيه، لا بزيادة حرف ولا بنقصان حرف ولا بزيادة حركة ولا بنقصان حركة، إنما نزل كما هو، ما فيش زيادات، ما فيش تغيير في المعنى ولا تغيير في اللفظ، إنما كان بكماله وتمامه كما أوحاه الله إلى جبريل، أو كما سمعه جبريل من الله عز وجل بلفظه ومعناه. وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي حفظه بلفظه ومعناه، وتولى الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه، أن ربنا يحفظ نبيه هذه الآيات ويطبعها في قلبه، خليها كده إيه. ولذلك كان النبي عليه السلام كان لما يعاني شدة من الوحي فيقعد يردد قال له: لا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. احنا هنخليك تعرف تقراه كويس قوي، فما تحركش لسانك بيه، خليك بس اسمع وانصت كويس، والباقي ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وفي القرآن يقول سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. هذا الوحي المتلو بقى له خصائص، اللي هو القرآن الكريم. ايه خصائصه؟ حاجة تخصه هو بقى غير الوحي التاني. انا قلت اقسام الوحي 2: وحي متلو ووحي غير متلو. اللي متلو له خصائص. ايه خصائصه؟ انه يتعبد بتلاوته في الصلاة شرعا وفي خارج الصلاة. اي واحد يقرأ القرآن في اي وقت يبقى دي عبادة يتعبد به. لكن الوحي غير المتلو لست مأمورا أن تتعبد بتلاوته، خلي بالك، إنما تتعبد بمنهجه الثاني. وأنا هقول الكلام ده تفصيل بشيء بالتفصيل. أن القرآن الكريم لا يجوز، وهو الوحي المتلو، لا يجوز روايته بالمعنى. يعني ما نقولش والله إن الآية دي اللي هي بتقول كذا اللي معناها كذا كذا، لا، لابد أن يقرأ النص كما هو، إنما روايته بالمعنى لا تجوز. لكن ينفع نقول الحديث، نروي الحديث بمعناه. عشان كده ساعات بنقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لربما يكون احنا أضفنا أو أنقصنا في المتن. والكلام ده المنهج المحدثين إن هم دايما لما تقرأ في كتبهم تلاقيهم شداد قوي على بعض، اللي يقول على فلان انه كذاب، واللي يقول على فلان مش عارف ايه، واللي كذا، وانه ليه؟ هم متشددين قوي في حفظ المتن، كلام النبي زي ما قالوا بالنص. ولذلك لما تقرأ حتى تعجب لما تقرأ في بعض كتب أهل العلم، في سلسلة مثلا سلسلة الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة أو الموضوعة، ممكن تلاقي نفس الحديث جاي برواية يقول لك موضوع ونفس الحديث يقول صحيح. ليه؟ منين؟ دي بقى قصة كبيرة يقولها بقى المحدثين والمشتغلين بعلم الحديث. الموضوع ده بيبين لك مدى شدتهم في حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة محفوظة بهذه الكيفية. وكل حفظ السنة للرجال فحفظوها، لكن حفظ القرآن وكل إلى الله فحفظه، فلا يمكن أن يضاف عليه تحريف ولا تبديل. يبقى القرآن اللي هو الوحي المتلو له خصائص: أنه يتعبد بتلاوته، أنه لا يجوز روايته بالمعنى، أنه معجز بلفظه ومعناه، المعنى بتاعه فيه إعجاز شديد، واللفظ نفسه فيه إعجاز شديد.
كما قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.